يا مساء السعادة والسكر الزيادة على أحلى وأجمل أخوات من مصر ومن خارج مصر، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة كده هننضف كده مع بعض بقى كده ايه القعدة البلدي أو الأنتريه أو زي ما تسموه. طبعا ايه، بعتذر في اول فيديو لان طبعا شايفين اللون بتاع الدهن بتاع السلم هدد على وشي خالص، فمش مشكله بقى استحملوني. عايزه اقول لكم بقى ايه، عايزه اقول لكم ديت اوضه الجلوس، بصراحه جميله جدا. اوضه الجلوس ديت او يعني هي مش انتريه، هي اوضه جلوس كده قاعده بلدي. عباره عن 3 كنبات انتوا عارفينها طبعا، والسجاده. عايزه اقول لكم في ثانيه هنقلعها كده الهدوم بتاعتها خالص عشان نغسلها وننضفها نخليها فل شمعه منوره. شايفين بقى الاتربه اليومين دول بقى الصيف بقى كده ايه، طبعا اخر الصيف بقى طبعا ايه الفاصل بين الصيف والشتاء اللي هو الخريف. طبعا بيكون بقى فيه شويه هوا كده جامدين ومحملين بقى ايه بتراب، هوا بتراب كده. فطبعا اوضه الجلوس دي طبعا ايه في المدخل ورا البوابه على طول. فعايزه اقول لكم مليانه بقى تراب، بس بصراحه والله العظيم انتوا عارفين ان انا دايما بقى ايه بنضفها كده وبغسل فرشتها وسجادتها، ودايما بشاركها معاكم. فطبعا ايه انتوا على راسك كده من فوق ما تحرمش منك ابدا، بس امانه عليكم لايك واشتراك في القناه. عايزه اقول لكم في ثانيه كده ديت اللون بتاعها اهو. عايزه اقول لكم لونها بصراحه ما كانش عاجبني، بس يلا مش مشكله بقى، لان كان ابو عمار هو رايح يجيب لها الوش يعني ايه الفرش بتاعها دوت، ما كنتش موجوده معايا، فهو اختار اللون دوت فمش مشكله عادي. إيه، عايزه اقول لكم بقى ايه، في ثانيه بقى شايفين شدت في ثانيه كده العدو، في ثانيه بقى كده شلت بقى الفرشه من عليها. وعايزه اقول لكم بقى اللي بصراحه ان اللون الفرشه الاساسي القصه بتاعت الكنبه عجبانه عن عن الوشاشيات اللي هي فوق. اللون اللي هي الموف دوت يعني بصراحه انا بعشق اللون الموف او البنفسجي كده، بيحس انه فيه بهجه كده وجميل. عن اللون اللي هو الزيت اللي فوق دوت. بصراحه لونهم كده جميل قوي، الفرشه اللي هي الاساسيه كده لونها جميل، بس طبعا الكاميرا ظلماها. في ثانيه بقى كده قلت بقى اشيل بقى الفرشه بتاعتها كده، واشيل بقى السجاده عشان طبعا اغسلهم واخليهم نضاف وزي الفل. وطبعا هشاركهم معاكم في فيديو تاني ان شاء الله باذن الله، عشان طبعا ما اطولش عليكم وتزهقوش مني. احلى واجمل اخوات ما تحرمش منكم ابدا. عايزه اقول لكم الفيديو النهارده جميل جدا، بس امانه عليكم لايك واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش عشان القناه تكبر وتنور بيكم. طبعا اي بقول لكم الوقت ايه نفسي اجيب لها مروحه احطها بقى ايه في الركن اللي هو ده. بصراحة القعدة دي جميلة جدا. إيه يعني بصراحة ايه كل اللي بيجي مش عايز يطلع فوق لان السلم بقى طويل ما شاء الله يعني. شايفين بقى السلم اللف بقى كده وطالع لفوق. يعني كتير اصلا بيجي مش بيحب يطلع فوق، لا يقول لك لا احنا نقعد ايه نقعد هنا، لان في اصلا حاطه فيها سجاده وهذا الترابيزه بالمفرش بتاعها وقرب جلوس كده كامله متكامله كده جميله جدا ما شاء الله. واصلا ايه تحت بقى الجو هوا كده وجميل. وشايفين بقى الترابيزه جميله جدا اهي، بس الناس اهي المروحه ان شاء الله باذن الله. الفترة الجاية ان شاء الله برضو عايزة ايه افكر كده اجيب لها بقى مروحة واصورها واشاركها معاكم ان شاء الله باذن الله. إيه طبعا بقى دي اشيل بقى شيء في ثانية شد على طول كده ثانية كده بشيل بقى الفرشة من عليها كده، اقلعها الفرشة بتاعتها كده. وطبعا هطلعهم بقى كده فوق بقى اغسلهم بقى كده في الغسالة. والبتاع السجادة طبعا هغسلها. وهشارك معاكم كده ان شاء الله الروتين كده ان شاء الله وانا بغسلهم وبغسل السجادة. يكون روتين جامد جدا ان شاء الله باذن الله، كله تبقى رغاوة كده. فرش بقى الكنب بقى والسجادة كده. الفيديو هيبقى جميل ان شاء الله باذن الله. بصوا انتوا طبعا طالما انتوا بتشاركوا معايا كل حاجه هيبقى الفيديو جميل ان شاء الله. شايفين اصلا الدهان بتاع السلم، شوف الدهان اصلا تحس انه عامل على وشه خالص. فطبعا بحبكم، بحب يعني في كل وقت في كل الاحيان انا بحب اشارك كل حاجه معاكم. ما تحرمش منك ابدا، انتوا دايما في قلبي وعلى راسي من فوق، ما تحرمش منك ابدا. عايزه اقول لكم اوضه الجلوس دي جميله جدا، هي ورا البوابه كده على طول. بصراحه يعني ايه هي يعني ايه بتوفر على الناس ان هي تطلع فوق. بحس يعني مثلا لو حد كبير في السن ولا حاجه بس كسل يطلع فوق، فبيقعدوا بقى تحت كده على في اوضه الجلوس كده. جميله جدا. او اوضه استقبال يعني، او مش عارفه بصراحه اقول عليها ايه. اوضه استقبال او اوضه الجلوس، هي ما تنفعش طبعا انتريه لانه هو كان بلدي عادي او قاعده بلدي. بس هي جميله جدا بصراحه. وكان ايه الركن اللي هو كان فاضي بصراحه. ففكرت بقى قلت لابو عمار هات لنا فيه كراسي كده، طقم كراسي كده بترابيزه يبقى إيه شكله جميل، واحطه تحت سجاده وايه ويبقى شكله حلو ورايق كده وخفيف. بصراحه كنت انا حابه الكراسي، كانت هتبقى سهله في التنظيف. كراسي بلاستيك، طقم كراسي بلاستيك كده كان هيبقى سهل في التنظيف، مش هياخد بهدله ولا حاجه.
انما بصراحه اقسم بالله الكنب ده بيذلني. عارفين بس انا مش الفرشه بتاعته اغسل، واوقات اشيل الكنب دوت، احط بقى ايه القصه بتاع كده، بشيلها بره قدام البوابه، احطها في الشمس تتشمس، لان اوقات الجو بيشتي وينزل من المصقع كده الميه عليها فبتبهدلها، بضطر اخدها في الشمس اطلعها على الشمس. انما لو كان طقم كراسي بلاستيك كان هيبقى سهل في التنظيف بصراحه، ما كانش ياخد تنظيف كتير. بس مش مشكله بقى، هو بصراحه هو حب الكنب بقى البلدي، قال لك يبقى ايه زي اورو جروس كده، زي ايه الناس الطيبين يعني. خلاص مش مشكله، هو جه بقى الحمد لله يعني، الخير فيما اختاره الله. ودول بقى شايفين هي ديت البوابه اهيت، هو ايه ظهرها في الاسر على طول، يا رب تفتحوا البوابه تلاقيه هتطلعوا 3 4 سلمات كده، وتلاقوا ايه اوضه الجلوس ان شاء الله باذن الله كده منوره كده، تنور بيكم ان شاء الله باذن الله. طبعا دي جزامه طبعا حطها بقى كده ورا البوابه اهيت، تنزل بقى السلم اهوت، وده كرسي صغنون كده. بحبكم، لايك وحفظ الله، مع السلامه.